السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تخيل معايا المشهد ده، انت سايب الموبايل على المكتب او كتاب على الرف او حتى كوباية على الترابيزة، تعدي يوم يومين يمكن اسبوع، ترجع تبص عليهم تلاقي شوية تراب خفيفة ظهرت كأن حد رش عليها تراب. الغريب بقى ان محدش لمسها ومفيش حد دخل الأوضة اصلا، الشباك مقفول والدنيا هادية. طب السؤال هنا، التراب ده جه منين؟ وازاي الحاجة اللي كانت نظيفة تماما بقت كده؟ السؤال ده بسيط لكن إجابته فيها تفاصيل كتيرة جدا، ولو فهمتها هتبدأ تشوف بيتك وكل اللي حواليك بشكل مختلف تماما. أهلا وسهلا بيكم، أنا عبد الرحمن يحيى، والنهاردة هنتكلم عن ليه الحاجة اللي بنسيبها في مكانها فترة طويلة بتتطرب. حط لايك للفيديو واشتراك للقناة، ويا باشا ارجع لي علشان نشوف الموضوع ده سوا. خلينا ناخد الموضوع واحدة واحدة، نفهم بطريقة بسيطة، بس خليك معايا للآخر لأن في تفاصيل هتخليك تبص للموضوع ده بشكل مختلف خالص. أول حاجة لازم تفهمها، إيه هو التراب اللي أنت شايفه ده؟ كتير مننا فاكرين إن التراب مجرد رمل صغير جاي من الشارع، لكن الحقيقة إن التراب ده خليط معقد جدا متكون من حاجات كتيرة جدا مجتمعة مع بعض. جزء كبير منه جاي منك أنت، أيوة من جسمك. هتقول لي ازاي؟ هقول لك كل يوم جسم الانسان بيفقد الياف مؤلفه من الخلايا الجلد الميته، خلايا صغيره جدا انت مش هتشوفها لكن هي بتقع في كل مكان حواليك. وخلينا نبسطها اكتر، انت دلوقتي وانت قاعد بتسمع الفيديو ده جسمك بيطلع جزيئات صغيره بتنزل على هدومك وعلى الكرسي وعلى الارض. ومش بس كده، هدومك نفسها بتطلع الياف صغيره جدا مع الحركه، السجاد اللي بتمشي عليه والكنب اللي بتقعد عليه حتى السرير اللي بتنام عليه، كل الحاجات دي بتفقد جزيئات دقيقه جدا مع الوقت. الجزيئات دي بتبقى خفيفة لدرجة إنها بتفضل عايمة في الهواء. طيب خلينا نسأل السؤال المهم، الهواء اللي حوالينا ده فاضي؟ الإجابة لأ، الهواء اللي حوالينا مليان جزيئات صغيرة جدا، منها اللي جاي من بره زي التراب الشارع والتلوث، ومنها اللي جاي من جوه البيت زي الخلايا والألياف اللي اتكلمنا عنها. الجزيئات دي بتفضل عايمة شوية في المكان لكن مش للأبد، وفي لحظة بتبدأ تنزل على أي حاجة ساكنة. هتقولي ليه؟ هقولك بسبب الجاذبية الأرضية، نفس القوة اللي بتخلي أي حاجة تقع على الأرض، بس الفرق إن الجزيئات دي خفيفة جدا فبتبدأ وقت أطول علشان تنزل، وإنت مش شايفها وهي بتنزل لكن هي بتنزل فعلا كل لحظة. طيب هي بتنزل فين؟ هقولك على أي حاجة ثابتة أو ساكنة، زي المكتب اللي قدامك، الكتاب اللي ما فتحتهوش من فترة، الشاشة اللي سايبها، أي حاجة مش بتتحرك بتبقى زي محطة استقبال للجزيئات دي اللي هي التراب. وده يخلينا نوصل لأول سبب مهم جدا، الحاجة اللي بتفضل في مكانها من غير ما تتحرك بتتطرب أسرع، لأن ببساطة الحاجة المركونة الناس ما بتهتمش تشيل التراب منها، وكمان بتسيب الحاجة المركونة طول الوقت وما بتستعملهاش. لكن الحاجة اللي بتستخدمها كل يوم انت بتلمسها طول الوقت وبتحركها وأحيانا بتمسحها، فمش بيلحق التراب يتراكم عليها. طيب خلينا نغوص أعمق شوية، ليه التراب بيظهر تدريجيا؟ ليه مش بيظهر مرة واحدة؟ الإجابة إن التراب مش بيجي دفعة واحدة، هو بيتكون طبقة طبقة، كل دقيقة في الجزيئات الصغيرة بتنزل كل ساعة، العدد بيزيد وكل يوم الطبقة بتبقى أوضح لحد ما عينيك بتبدأ تلاحظ. وده يفسر ليه أحيانا تقول هو التراب ده جه فجأة منين، لكن في الحقيقة هو كان بيتجمع ببطء وانت مش واخد بالك أصلا. طيب في عامل مهم جدا، الكهرباء الساكنة. بعض الحاجات زي شاشات التلفزيون، الموبايل، البلاستيك بيكون عليهم شحنة كهربائية بسيطة جدا، الشحنة دي بتخليك تجذب الجزيئات الصغيرة اللي في الهواء زي بالظبط المغناطيس بس بشكل أضعف، عشان كده دايما تلاقي الشاشات بتتطرب أسرع من أي حاجة تانية. طيب خلينا نسأل السؤال اللي الناس كتيرة بتفكر فيه، لو الأوضة مقفولة تماما التراب بيجي منين أصلا؟ الإجابة الصريحة من جوه، حتى لو قفلت الشباك والباب انت لسه موجود، هدومك موجودة، الأساس موجود، كل دول مصدر للتراب. يعني ببساطة مفيش مكان ممنوع عنه التراب. طيب ليه في أماكن بتتطرب أسرع من غيرها؟ خلينا نبسطها، المكان اللي قريب من الشباك تراب أكتر، المكان اللي فيه حاجات أساسية زي السجاد والستاير تراب أكتر، المكان اللي مفيش فيه حركة تراب بيقعد ويتراكم، المكان اللي فيه أجهزة وشاشات تلفزيون التراب بيتجذب ليها. يعني الموضوع كله عبارة عن عوامل بتساعد التراب إنه يتجمع. طيب هل التراب ده خطر؟ في الطبيعي لأ، لكن لو زاد ممكن يسبب حساسية، خصوصا لو في كائنات صغيرة جدا اسمها عث الغبار، ودي كائنات بتعيش في الأماكن اللي فيها تراب كتير خصوصا في السجاد والمفروشات. طيب نعمل إيه علشان نقلل التراب؟ مش هنقدر نمنعه لكن نقدر نقلله، نمسح الأسطح زي المكتب، الرف، الترابيزة، أي حاجة ثابتة وبشكل منتظم، نهوي الأوضة عشان نقلل تركيز الجزيئات، وما نسيبش الحاجات فترة طويلة من غير استخدام. وفي نقطة مهمة جدا في ناس كتير ما بتاخدش بالها منها، لما بتمسح التراب حاول تستخدم قطعة قماش مبلولة شوية
لأن القماش الجاف ممكن يخلي التراب يطير في الهواء ويرجع ينزل تاني. وفي النهاية التراب مش حاجة غريبة عننا ولا بيظهر فجأة، التراب هو نتيجة طبيعية جدا لكل حاجة حواليك، من جسمك ومن الهدوم اللي احنا بنلبسها، من الهواء، من المكان نفسه. علشان كده أي حاجة بتسيبها في مكانها فترة طويلة بتتحول مع الوقت لمكان يجمع كل الجزيئات دي. فالمرة الجاية لما تلاقي تراب على الموبايل أو مكتبك ما تستغربش، لأن التراب ده هو ببساطة جزء صغير جدا من حياتك اليومية اتجمعت في مكان واحد وانت مش واخد بالك. بس كده خلصنا. قبل ما اقفل الفيديو اعمل لايك للفيديو واشتراك للقناة، وقول لي ايه رأيك في الكلام اللي احنا قلناه، ولو في سؤال محيرك اكتبهولي في الكومنتات وان شاء الله هجاوب عليه. بس كده يا بطل، سلام.